اولا تحيه لكم السي رضوان البقالي، كذلك تحيه من منبر دي ام سي، هذا الموقع الرياضي اللي كيهتم كره القدم النسويه. وجميل جدا ان يكون عندنا هذا التخصص، وكيف كتشوفوا ان التواجد ديالنا هنا بمناسبه تنظيم دوري نسوي لخفائدات بنات اقل من لاعبات اقل من 17 سنه، هو يندرج ضمن استراتيجيه ديال الاداره الوطنيه لتطوير هذا النوع من كره القدم النسويه، ولكن كيندرج كذلك في اطار الاحتفال تزامنا مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى 49 للمسيره الخضراء. كيف كيعلم الجميع ان مثل هذه التظاهرات ينتظرها اللاعبات بشوق حقيقي وبشوق كبير، لانهم ما عندهم عدد ديال المباريات قليله، كاين مشكل ديال الملاعب ما كيجبروش فين يلعبوا. اذا هذا الدوري هو فرصه للاحتكاك. كيعلم الجميع بان هذا النسخه هذه اللي كيشرف عليها الاطار الوطني السي محمد الوهابي اللي كيعمل مع الاداره الوطنيه في كره القدم، منقب من طرف الجامعه في كره القدم النسويه، كيبذل واحد المجهود. ولكن كنشوفوا احنا اليوم استراتيجيه جديده، هو انضمام بعض الانديه الى هذا الدوري. اين يتجلى؟ هو كيتجلى في مشاركه انديه نسويه غير ممارسه وغير منضويه تحت لواء عصبه ديال جهه طنجة والحسيمه، بمعنى انه يبحث حتى الى تقريب كره القدم النسويه من الاحياء الشعبيه. يمكن تكون فيها مواهب، اليوم كنعرفوا لان من حق اللاعبات والبنات انهم يمارسوا هواياتهم المفضله، ذاك لماذا لا نشوفوهم في اللاعبات المنتخب. وعندنا لاعبات هنا اللي كيلعبوا مع المنتخب الوطني النسوي اقل من 17 سنه. وحنا كنتابعوا المباريات من 10:30 صباحا، شفنا واحد مجموعه ديال المواهب، طبعا شفنا لمسات فنيه اعتقد قابله للتطوير ومحفزه باش تكون عندنا انديه نسويه قويه، لا سيما اذا نالوا هاد اللاعبات جزء كبير من الاهتمام والتعطيل والتكوين. اعتقد بالتعطيل والتكوين ومنحهم الفرص والدعم، اعتقد يمكن نشوفوا لاعبات في المنتخب الوطني. ومره شكرا للسباق لي وشكرا دي ام سي سبور.